أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج نقاط الظل. في هذا العدد الجديد نتناول قضية مهمة جدا ما زالت تثير الكثير من النقاش ومن الحبر، قضية غرق باخرة بشار في 2004. الباخرة غرقت في 13 إلى 14 نوفمبر 2004 وخلفت 16 قتيلا، وما زالت إلى حد الآن لغزا محيرا. من هو المسؤول عن غرق باخرة بشار؟ في هذه القضية اتهم 16 أو 6 متهمين صدرت في حقهم أحكام قاسية بالسجن، 15 سنة سجن ل5 منهم وسنة مع وقف النفاذ للمتهم السادس، لكن القضاء برأهم بعد سنوات طويلة قضوها في الحبس المؤقت أو في السجن. من هو المسؤول عن غرق باخرة بشار؟ هل هو الكنوس؟ هل هم مسؤولو شركة كنان؟ هل هم حرس السواحل؟ هل وزارة النقل؟ هل ربان الباخرة أو قائد الباخرة وطاقمها؟ هل هو برج المراقبة في الميناء أو قبطانية الميناء؟ أم المتسبب الأول هو الأرصاد الجوية التي ربما لم تصدر بيانات دقيقة وزودت الباخرة أو قائد الباخرة ببيانات غير دقيقة؟ سنتناول هذه القضية بكثير من التفصيل، وسنحاول أن نكشف خبايا وأسرار هذه القضية التي أثرت على حياة الكثيرين، ومن بين الذين أثرت عليهم السيد علي كوديل الرئيس المدير العام السابق لشركة كنان هو وآخرين، حيث صدرت في حقهم أحكام بالسجن وأمضوا سنوات طويلة في السجن قبل أن يبرئهم القضاء. قبل أن نتناول هذه القضية بالتفصيل سنحاول أن نتابع أو سنتابع هذا التقرير القصير عن قضية لكنان. قضية الباخرة بشار ليست قضية بسيطة، هي في الحقيقة مأساة كبيرة. في 13 نوفمبر من سنة 2004 غرقت الباخرة ولقي 16 من مجموع 18 بحارا في الحادث. تم توقيف 6 مسؤولين من شركة كنان ووجهت لهم هذه التهمة: وضع باخرة سيئة التجهيز وشهادة أمانها غير صالحة تحت تصرف ربان الباخرة، وهو ما أدى إلى غرقها ووفاة أفراد طاقمها. صدرت أحكام بالسجن مدتها 15 سنة على 5 متهمين، وعام واحد غير نافذ ضد المسؤول السادس. من بين المهتمين الذين صدر في حقهم حكم بالسجن 15 سنة الرئيس المدير العام لشركة كنان علي كوديل. أمضى كوديل 4 سنوات في السجن، وفي سنة 2010 برأه القضاء هو ورفاقه من التهمة التي وجهت إليهم. هل كان علي كوديل مسؤولا عن الباخرة؟ ما هو دوره في القضية؟ هل هناك أطراف أخرى لها علاقة بغرق الباخرة ومصرع 16 من طاقمها؟ ما هو دور حرس السواحل ومديرية ميناء الجزائر العاصمة ووزارة النقل ومصلحة الأرصاد الجوية في هذه المأساة؟ هل كان قائد الباخرة سببا من أسباب المأساة؟ الأسئلة كثيرة ومعقدة، وظروف غرق الباخرة غريبة وعجيبة لم تظهر تفاصيلها الكاملة لحد الآن. ما هي مسؤولية الكنوس في المأساة؟ هل قام بدوره أم كان دوره ناقصا؟ أسرار وعجائب مأساة الباخرة بشار سيتناولها برنامج نقاط الظل، ويحاول فك رموزها الغامضة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مأساة بشار إذن وقعت في 13 إلى 14 نوفمبر 2004 وخلفت 16 قتيلا أو ضحية، من بين 18 هم طاقم الباخرة. من بين المسؤولين الذين حوكموا في هذه القضية سيد علي كوديل. علي كوديل الذي سأتناول معه بالتفصيل هذه القضية، ونحاول أن نبحث معا خبايا وأسرار باخرة بشار. أهلا بك سيد علي كوديل. اهلا. شكرا على الدعوه. شكرا. العفو. شاهدت التقرير، يعني تقرير ملائم غير ملائم من وجهة نظرك؟ التقرير لا بأس به، يعني ما
ما فكرتش التفاصيل فيه، ولكن نرجعوا في الحصة. في النقاش. أريد فقط أن أصح أنه جاء في التقرير أنكم قضيتم 4 سنوات في السجن، أظن أنكم قضيتم 6 سنوات وليس 4. قبل أن نفتح النقاش في هذه القضية الحساسة جدا والتي ما زالت خباياها لم تظهر بعد سنتناول أو نحاول أن نعرف معا من هو السيد علي كوديل الذي حمل مسؤولية غرق الباخرة والذي أستضيفه اليوم لأبحث معه هذه القضية بالتفصيل الممل. نتابع هذا البورتري عن السيد علي كوديل الرئيس المدير العام السابق لشركة كنان. قبل تعيينه رئيسا مديرا عاما لشركة كنان، شغل علي كوديل بصفته إطارا مسيرا لمناصب مهمة في مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة. ولد كوديل في سنة 1948، درس الاقتصاد والتسيير في جامعة العلوم الاقتصادية بالجزائر، وتخرج في سنة 1972. وصل دراسته العليا في تخصص النقل والتجارة الدولية في فرنسا، وفي تخصص المالية الدولية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد المأساة التي مر بها ودخوله السجن ثم حصوله على البراءة، ثم حصوله على البراءة، نشر في الجزائر عنه منشورات كوكو في سنة 2017 كتابا بالفرنسية تناول فيه بالتفصيل قضية بشار وقضية لكنان وقضيته الشخصية. عنوان الكتاب مثير بشكل ملفت لأنه يعبر عن ما يشعر به غرق قضائي. سنة بعد صدور هذا الكتاب، أي في سنة 2018، نشر كتابا آخر، لكن هذه المرة في فرنسا. عنوان الكتاب: نسميهم آخر الأقدام السوداء في الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بك سي علي كوديل. سي علي كوديل، أنت درست في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، يعني الكثير من الإطارات يبقون هناك. ماذا جعلك تعود إلى الجزائر حتى قبل أن نبدأ هذا النقاش؟ ماهيش المرة الأولى يعني اللي مشيت للخارج وعاودت رجعت. أنا نظن باللي البلاد تاعك ما تقدرش تخلى عليه. تكلمش هنا بصفة يعني ديماغوجية ولا حاجة على البلاد ولا حب البلاد ولا حاجة، هذا واقع وكاين كيما أنا كيما بزاف أشخاص اللي راحوا درسوا في الخارج وعاودوا رجعوا للبلاد باش يخدموا البلاد. إي سي تروف ميو اون الجيري كايور. والحق لدرك مازال بعد واش عانيت اتسيتيرا من هذه القضيه هذه، مازال نقول هنا ولا خير من هنا. اللي كما يقول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ربما أنت مفرنس يعني ربما لا أعرف، ولكن ربما لا تفهم اللغة العربية، ولكن لا. بلادي رغم ما يقع فيها من مشاكل ولا تبقى هي الوطن، هو بلادنا إلى آخره. سي علي كوديل، نبدأ من حيث يجب أن نبدأ وسنتناول معا بالتفصيل يعني قضية مهمة جدا، هي قضية غرق مؤسسة لكنان وتقديمكم للمحاكمة بوصفكم المسؤول عن الغرق. قبل أن نصل إلى هذه التفاصيل، يعني أريد أن أعرف كيف تم تعيينك في شركة لكنان أول مرة؟ أنا قبل ما نلحقوا لهذا نجاوب على السؤال، أنا الشركة الأولى اللي دخلت فيها باش نخدم بعد ما كملت القراية تاع ليسونس وكملت السيرفيس ناسيونال تاعي، مشيت الشركة الأولى هي لكنان en 74. أنت أنهيت الدراسة تاعك في الجامعة هنا في 72 أظن. إيه نعم. كملت 72 دراسة في الكلية تاع الاقتصاد. نعم. وبعد كملت عامين تاع السيرفيس ناسيونال، مشيت لكنان نورمالمون علاه باسكو نحب البحر ونحب الملاحة ونحب تو سكي ان ريلاسيون افيك ليترونجي. دونك كي خدمت لتم قعدت 3 سنين ومن بعد جيتي اوبليجي دو كيتي.
تغادر لكنان. فوالا غادرت لكنان، وغادرتها يعني مالغري موا باسكو شفت باللي سيتي امبوسيبل دافوار ان افنير دون سيت انتربريز. ما كانش عندي امل في المؤسسه هذه، المؤسسه باش يعني يكون عندي ان افنير. بون راح الزمان، غادرتها توجهت الى الخارج ام بقيت هنا؟ الخارج. رحت الى من؟ وكملت الدراسه تاعي، في النقل البحري. نعم. درست عفوا في الخارج، درست في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحده. اولا في فرنسا. نعم. واش درست في فرنسا؟ درست يعني جبت الشهاده عليا في الملاحه البحريه. نعم. في دون دومين دي ترونسبور ماريتيم، النقل البحري. فوالا دونك سيتي اون فرانس. ومن بعد عاودت وليت الجزائر اما رحت للدول الاخرى؟ جيت الجزائر. نعم. جيت الجزائر، كملت كلك موا في لكنان، 3 و 4 موا، 3 شهور ولا 4 شهور كملتهم في لكنان. من بعد عاودت رحت لفرنسا. ريحت عام في فرنسا ما خدمتش، ريحت عام في فرنسا. وكي عاود جيت الجزائر رحت خدمت في السوناتراك اللي هما اللي بعثوني اون ستاج اون انجلتير و زيتازوني باش بور مي سبيسياليزي دون الفينونسمون. تتخصص في الماليه الدوليه. فوالا هذه هي. ريحت دونك اون انجلتير و زيتازوني. وكي رحت لزيتازوني رحت مع زوجتي وتما زاد عندي طفل في الولايات المتحده. زاد عندي طفل. بعد عاودت رجعت الجزائر. عنده جنسيه امريكيه ايضا؟ وليدي عنده الجنسيه الامريكيه. شحال بقيت في الولايات المتحده؟ عام. رجعت من بعد انت والعائله تاعك؟ رجعت الجزائر رغم ان البنك اوف امريكا اللي كنت نخدم فيها، اللي كنت ماشي نخدم ولكن في التكون، في تربص يعني، في فورماسيون معها، يعني طلبت مني باش نقعد تما عندهم. و ils m'ont proposé un poste important avec un salaire important. مي رجعت لبلادي باسكو دابور عندي كونترا مع سوناتراك. اون بليس جو نو بوفي با ريستي، يعني ما نلقاش روحي انا في الخارج. كل مره حاولت نروح نعاود نرجع باسكو ما نلقاش روحي فيه. احيانا الوطن يعني دون تحدث لغه الخشب، ولكن الوطن او البلد الاصل يجذبك مثل المغناطيس، رغم تروح وتعاود ترجع، وهذا شيء طبيعي. صح. شعور بالوطن. هذه حقيقه. لما رجعت بقيت في سوناتراك، تحولت مباشره الى لكنان. كي رجعت باش نقول لك يعني ندمت كثير كي رجعت. علاه؟ باسكو كي جيت لكنان سوناتراك ما لقيتش ميم با بلاصه كرسي وين فاش نقعد عليه. ما عطاولي خدمه، ما عطاولي بيرو، ما عطاولي كرسي، والو. تخلص وقاعد. خالص وقاعد وني نستنى. طلبنا من المدير هذاك المدير تاع الماليه، مدير الماليه تاع سوناتراك، قلنا له ودي ماناش نخدموا. كنت وحدك ام كانوا اخرين؟ كانوا 3 معايا. نعم. كانوا 3. قلت له ماناش نخدموا، عندنا 2 3 ماناش نخدموا، قاعدين ما عندناش ميم با مكتب وشاز كرسي باش نقعدوا نظلوا كل واحد اللي يقعد لي نوض يعاود. يعني سوناتراك معروفه مؤسسه غنيه جدا، يعني عندها البترول تستخرجوا من الارض وتصدروا، يعني المفروض عندها املاك، عندها اموال. ما فهمناش. قالوا لنا باللي البروجي هذاك اللي كانوا يخدموا عليه الى ايتي انولي. ما هو المشروع اللي كانوا يخدموا عليه؟ ونظن اللي انتم ارسلوكم الى بريطانيا والولايات باش تكونوا عليه، ما هو؟ سيتي الجينال 3. جينال 3. ما هو جينال 3؟ جينال 3 هذا سيتي بروجي دونك دو سوناتراك كيما كداروا جينال 1 جينال 2 ايتترا. سيتي ان اوتر بروجي بور اكسبورتي دو غاز، الغاز الى الخارج. فوالا. اي سيرتو حنا بون سي با سور بلان تكنيك مي سور بلان فينانسي كوميرسيال. سي سور بلان دونك الماليه، باش كيفاه يكونوا عندنا الاموال
الاموال نيسيسير بور بوفوار فينانسي لو بروجي يعني كي ترو غران بروجي. يعني شيء عجيب سوناتراك تبعث لكم الى بريطانيا وامريكا وتدفع لكم اموال بالعمله الصعبه باش تكونوا لما ترجعوا ما تخدموش، يعني ما تعطيناش كرسي مخلياتك. شيء عجيب نو. كاسكو جي في الور بيان سور عجيب هذا. واش درت من بعد سي ليكودين؟ جي في بون يافي بروجي au niveau de la banque algérienne de développement pour créer باش نخلقوا واحد une cellule d'évaluation de projet. انا ديجا تقييم المشاريع في بنك التنميه المحليه BDL. نو البنك الجزائري ديفلوبمون، البنك الجزائري للتنميه. نعم البنك الجزائري للتنميه هي اللي كانت تمول كامل المشاريع الكبرى، يعني لا بعد نعم كانت تمول المشاريع الكبرى يفالي لي زيفالوي قبل ما نقبلوا كيفاش لي رياليزي كيفاش نكملوا. دونك البروبلème dès que cette annonce a été faite, je me suis présenté. J'ai vu le directeur général de la Banque algérienne de développement. قلت له بصح راني هو قبل يديني، ولكن قلت له راه جو سوي سو كونترا افيك سوناتراك. قال لي بون رفد التليفون تاعو نعيط لزميلو اللي كان مدير عام تاع سوناتراك، قال له بيسك ما راهوش يخدم خليه يخدم عندي انا، معليش. هكذا جي كيتي سوناتراك et comme ça j'ai pu donc commencer à travailler à la Banque algérienne de développement. وهذا 16 سنة وانا في لا بنك الجزائرية ديفلوبمون. من بعد عاودت مشيت للخارج. مشيت للخارج لأي سبب؟ يعني باش تعمل في الخارج؟ لا ماشي باش نعمل في الخارج، مشيت للخارج يعني في هذاك الظروف هذيك تاع العشرية السوداء هذيك تاع في الإرهاب، يعني نعم التسعينات، سنوات التسعينات. أنا العائلة تاعي كانت في خطر، العائلة تاعي كانت في خطر، ومشينا رحنا لتونس، ومن تونس رحنا لفرنسا، وعاودت أنا رجعت. أي سنة؟ في أي سنة؟ 97 نعم 97 عاود دخلت البلاد. خدمت عام وانا خدم مع بريفي، اون انتربريز الجيريان بريفي. من تم رحت للهولدينغ، كي يكونوا لي هولدينغ هذوك مشيت خدمت في الهولدينغ. اي هولدينغ مختص في ماذا الهولدينغ؟ وين كنت؟ مختص في الميكانيك. نعم الهولدينغ الميكانيكي كان واسمه هو اللي يشرف على قطاع صناعه الميكانيكيه في الجزائر. نعم كامل الشركات الوطنيه اللي متخصصه في الميكانيك. نعم كيما لا اس ان في، كيما لو ان ام تي بي، كيما كثير من الشركات. تابع لوزاره الصناعه؟ تابع للوزاره، بصح هذاك الوقت يعني كي خلقوا لي هولدينغ ما كانش تابعه، ولكن لا هيرارشي تاع لي زونتربريز سيتي الهولدينغ. نعم. تما اون ا كومونسي ا سيباري لو بوليتيك دو ليكونومي. نعم، يعني تم فصل السياسي عن الاقتصادي، يعني اعطاء نوع من الاستقلاليه للمؤسسات الاقتصاديه الى اخره. نعم. طولت في الهولدينغ؟ طولت بون الهولدينغ الاولاني، الهولدينغ ميكانيك، دونك قعدت مع 3 سنين 3 سنين. من بعد تبدلوا لي هولدينغ، جمعوهم ملي كانوا 11 من هولدينغ، 11 هولدينغ ولاو 5 ولات الهولدينغ ميكانيك. زادوا له الهولدينغ الكترونيك. نعم. ولا نوتر هولدينغ واسمه اوميليك، هولدينغ ميكانيك الكترونيك. نعم ميكانيك. تمازت عامين. نعم. تسمى 5 سنين. 5 سنين. 5 سنين في الهولدينغ. ناتي الان، وقتاش غادرت الهولدينغ والتحقت بلاكنان؟ ام بقيت في الهولدينغ وفي نفس الوقت عندك علاقه بلاكنان؟ لا من بعد لي هولدينغ تحلوا لي هولدينغ. نعم تحلوا لي هولدينغ، وبعد عطاو لي ميسيون ممبر فونداتور دو اس جي بي، لا سوسيتي دو جيستيون دي بارتيسيباسيون دو ليتا. نعم. مساهمات، يعني شركه مساهمات. نعم. مؤسسه مساهمات الدوله. نعم. الدوله. تم داروني كممبر فونداتور، عضو مؤسس. في أي سنة هذه؟ سي ان 2002. نعم. ديبي 2002. من بعد تم لي
تلاقيت بالسي عطار قبل ما عبد المجيد عطار اللي كان مدير عام تاع سوناطراك. نعم نعم. تلاقيت به وقال لي عندك انت السي في تاعك هذا يولم كثير اللكنان، وعلاه ما تجيش عندي؟ قلت له انا سي تو سكو جو دوموند. عطار وين كان يعني اي بوست كان؟ عطار مع الاول كان في الهولدينغ هذاك، هولدينغ سيرفيس. لا خدمات كان يشرف على الترونسبور ايتترا، النقل منه نقل بحري. النقل البحري. نعم يعني هو المسؤول على شركة لاكنان. كان مسؤول وشركات اخرى نعم ماشي غير لاكنان. نعم كل مؤسسات النقل، ولكن اللي يهمنا احنا شركة كنان الان. دونك قال لي ما بروبوزي دو فينير على كنان. قلت له انا شوي داكور، قلت له انا جوستومون كنت نخدم فيها وغادرتها، يعني ما غادرتهاش يعني نورمالمون، غادرتها مالغري موا. وماذا بيا خاطر الخدمه تاع لاكنان كانت توالمني كثير. النقل البحري يعني تدرس النقل البحري هو اختصاصك؟ نعم. مشاو بعد تحل ميم هذاك الهولدينغ تاعو تحل، تسمى لا بروبوزيسيون هذيك يعني كل مره تروح للهولدينغ يتحل سي عليه يعني. تفضل. ومن بعد جاز عام حتى واحد النهار يعيطوا لي من الوزاره. وزاره النقل. لا الوزاره الاولى رئاسه الحكومه. نعم. لو شيف كابيني. شكون كان وزير الاول؟ ديريكتور كابيني كان بن فليس، السيد علي بن فليس. نعم. وكان الديريكتور الكابيني تاعو كنت نعرفه يعني من زمان. قال لي عيط لي ورحت له. شكون هو ممكن رئيس ديوان؟ شكون هو اللي كان في هذاك الوقت؟ بوزبوجه. نعم بوزبوجه الله يذكره بالخير. نعم. قال لي اسمعني، عندي تاعك لا دوموند تاعك باش تروح لكنان. قال لي اسمع انت ماشي مهبول. قلت له علاه؟ قال لي راك شفت الشركه هذه، راك شفت الحاله اللي راهي فيها لكنان، راهي ما كانش لكنان، ما بقاتش. قلت له ماذا بيا نروح لكنان مالغري سا. قال لي راك عندك بوست هنا دوك، راك ممبر فونداتور لا جي بي شيمي فارماسي، راك مليح ترونكيل، وتحب تروح انت الخرده هذيك يعني بصراحه سي علي عفوا نخليك تواصل. يعني لما رئيس ديوان، وزير اول، رئيس حكومه يقول لك هذه شركه خرده، شركه ذات سياده، يعني شركه كنان شركه كبرى في الجزائر مهتمه بالنقل البحري استراتيجيه. لما رئيس ديوان وزير اول يقول لك خرده وخطيك، يعني الا ترى بانه يعني مشي غريب يعني المسؤولين تاعنا، مع احترامنا للسيد بوزبوجه، ولكن هذا كلام لا يقال من طرف مسؤول كبير في الدوله في الحكومه. لا دوك حنا انا كصديقك يعني؟ صديقي، كنا نتكلموا كاصدقاء. يعني كي يقول لي خرده ماشي معناها خرده شركه كبيره. كلمه خرده كبيره يعني على مؤسسه كما لاكنان. لا خرده بالك نستها من عندي هذه خرده. يعني يحب يقول لي يعني راهي فيها مشاكل، راهي في حاله سيئه كبيره. هذا تسمحوا لي كي قلت انا خرده. نعم ولكن المفروض يطلب منك يشجعك باش تصلح، لانه اختصاصك هو النقل البحري. المفروض يعني مسؤول كبير في الحكومه يقول لك تفضل سي علي، فرصه جاتك، تفضل، هاك صلاحيات، هاك الامكانيات تصلح هذه الشركه. يمكن نقول هكذا، ولكن صديقي دوك يخبب علي. ممكن جلسه غير رسميه يعني، ممكن غير رسميه. نعم. مش رسميه. نعم. وانا دونك جي ديسيدي، قلت له انا ماشي نتبع. وانا كنت ديجا قلت لك ممبر فونداتور دو جي بي شيمي فارماسي. بون quelques mois après, Assemblée Générale, on me désigne comme président directeur général de l'ACNAN, exactement le 12 février 2002. 12 février 2002 ومازال ما تنحيتش من الاس جي بي. احنا اللي يهمنا الان سي لاكنان، لانه القضيه والقصه والمأساة متعلقه بلاكنان وباخره بشار اللي تابعه لاكنان. تأين انت في 2012 يعني حتى بقت لك سنتين وتقع هذه المأساة. بصراحه سي كوديل كيفاش لقيت لاكنان؟ يعني كيفاش لقيت لاكنان؟ ولما يقول لك رئيس ديوان وزير الاول انها خرده وانها عندها مشاكل وشركه صعيبه تعاني الى اخره،
أعطينا الوضعية اللي لقيت عليها، وماذا قمت أنت لإصلاح هذا الوضع، هذه الخردة يعني إذا جاز التعبير. لا، خردة هذه ماذا بيا ما نزيدوش نعاودوها. طيب معليش أنا نتفاهم، أنا خذيتها ماهوش سي بوزبوز اللي قالها. نعم نعم دونك نعم. باش لقيت كيف لقيت لاكران، ما كانتش لاكران كانت شبه فالسة. لي سالير بوفي با لي بايي. الرواتب يعني ما تقدروش تخلصوا الرواتب الخدامين يعني. ايه، رواتب الخدامين لهالدرجه يعني لاكنان شركه كبرى في الجزائر. لا، ولا بنك غلقت علينا كامل لي كونت، وعندنا الديون ما قدرناش كيف نخلصوه في الخارج. ديون كبيره في الخارج. ديون كبيره. شحال المبلغ تاع ديون؟ الديون كانت، شوف، ديون البنكيه هنا في الجزائر كانت 7 ملاير ونص دينار. يعني 700 مليار سنتيم. 700 مليار سنتيم. نعم. وكانوا في الخارج بلوس دو 3 مليار دولار. فقط للاكنان ديون 3 مليار دولار؟ 3 مليار دولار ام دينار؟ تسمح لي عاود، لانه 3 مليار دولار كبيره يعني هذه تاع ديون دول في الحقيقه. لا، سي دي مليون دولار. 3 مليون دولار هذه معقوله يعني. 3 مليون دولار. نعم. اكثر من 3 مليون دولار اللي سالوهم لنا في الخارج، وكانوا يحجزونا البوابر على جال ما خلصناش الديون هذو، كانوا يحجزوهم. تسمعوا كانت في الجريدات تسمع كل يوم، هايك باخره تاع لاكران محجوزه في مارسي، هاي باخره لاكران محجوزه في امستردام ولا روتردام، كاين باخره تلقاها لهيك في لازي. نعم. في اسيا محجوزه. وعلاه؟ باسكو ما خلصناش الديون، ما دفعناش ديون يعني للشركات اللي تعاملوا معها في الموانئ في لي بور الى اخره. تلقى لي يخدموا لك البوابر تاعك، تلقى لي يبعثوا لك يبيعوا لك الزيوت، كاين اللي يبيعوا لك باخره في الخارج. صحيح. عندها بوكو دو فري. Et nous avons beaucoup de fournisseurs à l'étranger. متعاملين وممولين اجانب. نعم. كيفاش تصرفت انت في هذا الوضع يعني؟ عفوا قبل ما ننطلق هذه النقطه يعني، قلت انه ما كنتوش قادرين تدفعوا رواتب تاع العمال، يعني كم كان عدد عمال والمستخدمين تاع لاكنان في هذا الوقت، وكم كانت لا ماس سالاريال يعني كتله الاجور الخاصه بال لا ماس سالاريال ديباسي لارجمون لو شيفر دافير، ماشي غير تجاوز شيفر دافير. الشيفر دافير شحال كان شيفر دافير او لا ماس سالاريال؟ بون الشيفر دافير يلحق حتى 6 ملاير دولار. 6 مليار دينار. ملاير دينار ستادير 600 مليار دينار سنتيم عفوا. فوالا كان يلحق، ولكن وكاين كان عندنا 21 باخره متوقفه في موانئ الجزائر. اون بان؟ نو ماشي اون بان، ديسي اناكتيف يعني ما كانش تخدم. ما كانش تخدم، حابسه متوقفه. حابسه باسكو قدم والسي بي يو هذاك الوقت، السي ان بي يو هذاك الوقت حبسهم يعني باش يتباعوا. نعم. باش يتباعوا وما تباعوش في هذاك الوقت. نعم. من 2019 القرار باش يحبسوهم 1999 مش 2019. نعم 99. نعم. واش قلت انا؟ 2019 يعني الان رانا في 2019. نعم 1999 لانه 99 هي اللي تسبق 2002 2003. نعم. داكور. دونك جا القرار باش يحبسوا البواخر هذاك للبيع باش يتباعوا وما تباعوش. نعم. انا 2002 لقيتهم ديجا عاطلين يعني. عاطلين تما. وشنو؟ بابور كي يكون حابس او عنده مصاريف كلفه كان كي حسبناهم احنا شحال كانوا يستقى من البابور الباخره، كانت تستقى منا في هذاك الوقت 1100 دولار يوميا. مبلغ كبير. نعم. احسبها انت في 20 او 21 او 22 في 365 يوم و 3 سنوات مبلغ ضخم كبير جدا. نعم. ضخم. دونك يفالي
commencer à vendre. يوجد ايضا لو مونكاغاني لانه لما عندك 20 او 30 باخره متوقفه ليس فقط تدفع كلفه التوقف ولكن تخسر المال لانه ما تشتغلش. باسكو ما تشتغلش. وعندك ثاني المواني تاعنا، مواني كي ياخذ لك انت باخره تاخذ لك بلاصه في المواني، الميناء هذاك ما يخدمش به، تسمى قاعد معطل. سي بور سا كو شحال كان عفوا شحال كان عندكم عدد العمال المستخدمين في لاكنان؟ المستخدمين في لاكنان كنا، سمح لي دقيقه برك نعاود استرجع الذاكره تاعك لانه الوقت طويل. صحيح. قبل أن تسترجع أتركك تفكر لأنه وقت الجزء المخصص لهذا الجزء انتهى. أتركك تفكر لتجد الرقم ونعود بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل في الجزء الثاني هذا الحوار مع السيد علي كوديل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من العدد الأول من نقاط الظل الذي أستضيف فيه رئيس المدير السابق لشركة كنان السيد علي كوديل. أهلا بك سيد علي كوديل. توقفنا قبل الفاصل عند عدد المستخدمين في شركة كنان. تركتك تفكر هل وجدت الرقم؟ كم كان عدد المستخدمين في كنان في ذلك الوقت لما تم تعيينك على رأس الشركة؟ كان مجموعة 6000 عامل في 4500 سيتي دي ماران بحارين في البحر و 1500 سيتي دي سيدونتير دونك اللي يخدموا في الارض يعني في المكاتب وفي في الاداره الى اخره. يعني مش 6000 مش يعني كانت كثيره عدد ضخم يعني ضخم. تعرف علاش؟ لان بوابر ما كانوش خلاص. البوابر ملي كنا عندنا 50 باخره. حتى نفهم عفوا حتى نفهم يعني هذا العدد. قلنا كم كان عدد البواخر اللي تملكها شركه كنان؟ اذا كان عندكم 20 او 22 متوقفه في الموانئ، شحال كان عندكم؟ بقاو كم 24. بقاو لنا 24 يعني ملي كنا عندنا 50 باخره بقات 24 بقات 24 يعني. ولكن العمال مازالوا هم. طيب ولكن اذا كان عندكم 24 باخره يعني عندكم 4500 بحار كثير يعني. لا ادري ربما 300 و400 بحار لكل باخره. يعني هذا شيء غير معقول، شيء ضخم ضخم كثير. لعب دور هذا في افلاس، مش افلاس ولكن في المشاكل الماليه الكبرى اللي كنتوا تعانوا منها. نعم. طيب مشكل كان مشكل كبير يعني. وكان يعني مستحيل ميم نديروا ان فولي سوسيال كما كانوا يديروا تخفيض العمال ولا لماذا كان صعب؟ يعني الحكومه توجهت الحكومه بالحفاظ على مناصب العمل ام النقابه كانت النقابه تاثر عليكم ام ماذا؟ لا النقابه صح كانت تاثر وهي يعني تخليك تصعب لك المهمه هذه. ولكن من بعد انا مشيت مع كي درست الحاله يعني خاطر البروبليم تاع الترونسبور ماريتيم. اذا حسبت غير الترونسبور ماريتيم هذاك وحده صح كان الغاشي العمال كانوا كثير. ولكن اذا خممت بور ديفلوبي لونسومبل du transport maritime, l'ensemble des services qu'il y a dans le transport maritime, اللي كاين في الخارج وما كاش في الجزائر. مثلا بار اكزومبل حنا هذه دينا بور ترونسبور ماريتيم دو فواياجور. نعم مسافرين. عندنا شركه وحده. وعلاش كاين شركه وحده؟ وعلى ما نديروا الزوج ثلاثه اربعه وعلى نديروا الضغط على وحده كي نوليو في العام ومن بعد كل ما يجي الصيف ولا حاجه نلقاو الغاشي في الغاشي اسمهم المواطنين لي سيتويان المسافرين لي سيتويان هذو يستناو في مارسيليا ولا في برشلونه باش يلقاو بلاصه. دونك حنا نقدروا نديروا مؤسسه اخرى ان فيليال مؤسسه اخرى دون لو دومين دو ترونسبور ماريتيم دو فواياجور. كل باخره كانت تدي لك واحد 200 بوست دو ترافاي. دونك
وعلاه نروح نرمي هاد الناس هادو الاخر نخرجهم من برا ولا ندير لهم فكرت انت تخلق مؤسسه اخرى؟ نخلق ماشي مؤسسه اخرى، مؤسسات اخرى. طيب سناتي الى هذا. الان تم تعيينك في 2002، لقيت الوضع صعب، ما قدرتوش تخلصوا ديون، وقفوا لكم بواخر، عندكم 20 او 24 باخره متوقفه، عدد كبير من العمال. انت لو بلون دو سوفتاج تاعك او لو بلون داكسيون كيفاش رسمته يعني، ولا الاستراتيجيه تاعك لانقاذ هذه الشركه ما هو؟ يعني قلنا ما هو، واش درت لما تم تعيينك وقبل ما تبدا يعني شكون كان قبلك في لاكنان؟ قبلي نسمي الناس ولا يعني نسمو عادي لانه حتى يفهم الجمهور شكون فقط. كان قارة هو اللي كان، انا اللي خلفته. نعم. قارة نسيت البرينون تاعو، كان مدير عام. من قبل كانوا دوطر، كاين رجاينية، كاين واسمو كاين هني نعم. اي انسي دو سويت. نعم. بوكو دو جون. نعم. بون مانيش نقول باللي هما اللي راهم ريسبونسابل، لا لسنا بصدد تحت المسؤوليات، لا ولكن هذه ظروف. الان انت تم تعيينك، قلنا ما هو مخطط العمل اللي اعتمدته. نعم. بعد ما درت يعني الدراسه على حاله تاع لاكنان افيك تو لي بروبليم كي ايتترا، جي مي اون بلاس. عفوا سي علي، اسمح لي دائما نقاطعك، ولكن حتى نفهم. انا اريد ان نعطي صوره ونجوز خطوه 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 حتى نصل الى الماساه التي وقعت. يجب ان نتحدث على كل النقاط. لما جيت انت كانت المؤسسه اون ديفيسيت، كانت ديفيسيتير، كانت خاسره. كانت خاسره. كم كانت تخسر كل عام؟ كل عام كانت تخسر 4 ملاير دينار، 3 ملاير ونص. 4 ملاير دينار يعني 400 مليار سنتيم في العام. نعم. خساره كل عام. خساره. نعم. جامي عمرها ولا لاكنان دارت ارباح من نهار تخلقت. نعم. في 1963. نعم 1963. ولا عام دارت فوائد؟ ولا عام دارت فوائد. طيب جيت انت في 2002، تفضل، قلنا ما هو مخطط العمل اللي اعتمدته لانقاذ هذه الشركه من هذا الوضع؟ دابور يفالي لازم يعني دوك يديروا لنا او موان ليطا الدوله تعطينا باش او موان نمسحوا الديون الخارجيه. نعم. او موان ال باي اوسي لي سالير، ال باي لي سالير. دونك الدوله دارت ما عليها، عطاتنا سuffisamment de devises pour pouvoir payer. شحال عطات لكم ديفيز يعني في 2002 في نفس العام اللي تعينت فيه؟ في 2002. نعم. على فاه. شكون كان رئيس الحكومه في هذاك الوقت؟ هذاك الوقت كان سي ويحيى. سي احمد ويحيى، يعني راح لبن فليس جا سيد احمد ويحيى. عطاو لكم شحال تتذكر شحال عطاو لكم من العمله الصعبه؟ عطاو لنا 3 ملايين دولار. نعم. خلصنا بهم الديون اللي كانوا في الخارج اتسيتيرا، ولاو نحينا كامل الحجز على البواخر اللي كانوا كل مره موقفين تصرى في موانئ خارجيه، يعني بلدان خارجيه. بون وعطاو لنا منحوا لنا وطلبوا من البنك باش يقدموا لنا مساعده باش نخلصوا الرواتب العمال. نعم. تاع العمال. ذلك الوقت وانا كنت طولكم قروض ام مساعده؟ يعني قرض تعودوا تدفعوه ام مساعده من عند الدوله يعني؟ لا ماشي مساعده، قروض. شحال عطاو لكم؟ مازال ما لحقناش لهذاك القرض، يعني هذو تسمى سي دي زافونس. تسبيقات ماليه. نعم تفضل. ما حددناش. بعد انا درت دراسه بور لا ريستركتوراسيون دو سيت انتربريز، اعاده هيكله المؤسسه. اعاده هيكله المؤسسه اورغانيك اي فينانسيير. نعم. ماليه وتنظيميه من الجانب. نعم. باسكو كان جاو يعطيو، خاطر الشركه ديجا عطاو لها كثير. ما عطاو لها من قبل الحكومه؟ عطات لها اموال؟ عطاو لها. شحال عطاو لها من قبل ما تجي نتايا؟ عطاو لها كثير، ما نقدرش نتذكر انا شحال، كل مره شحال. بصح كانوا شغل دي بومبيي، مطافئ يعني. مطافئ يجيو يطفيو النار ويروح وخلاص. مي لا كوز دو لا ديستركتوراسيون تاع الشركه جامي بيرسون سي اتاكي. يعني ولا واحد درس
اسباب تدهور الوضع في شركه كنعان. يعني تشعل النار يطفوها ويروح، ولكن ما عرفوش منين جات النار وعلاش النار شعلت. كي يجيو يطفيو النار يقول لك عندكم بزاف عمال يطردوا صرات ديجا 99 2009 نو قبل ما تجي 99 نعم 99 صرات ديجا وطردوا واحد 2000 من شخص عمال بالشركه، بصح ما طفوش بس ما لم تنقذ المؤسسه، يعني بقات الوضع على ما هو عليه. وهذه نتذكر انا رئيس كيفاه البريمي مينيستر الوزير الاول السي يحيى هو اللي كان ويعرف مليح لاكنان، كان يعرف المشاكل تاع لاكنان، قالها اون بلان سي بي او قال لك سي فري. سي بي او سي مجلس مساهمات الدوله، يعني سي بي او كونساي دو بارتيسيباسيون دو ليتا. نعم. وهو كان يعرف مليح الشركه وديجا شحال من راي ترفيني الشركه. واش قال؟ قلت واش قال؟ هو قال ماذا؟ هو قال سي فري اون 99 نهار عاودنا لهيكله لاكنان اي سير بلون فينانسيي ما دققناش الاسباب اللي ادت لهذا لا سيتياسيون كاتاستروفيك دو لاكنان. استعرف باللي اون با ايتيدي لي كوز. علاش هذا ما قلت انا؟ قلت له شوف اذا باش تعطيونا دراهم باش نطفيو النار سي با لا بير. قلتها الوزير الاول؟ قلتها للسي بي او. سي بي او نعم، بحضور الوزير الاول. بحضور. قلت له اذا تعطيونا دراهم باش نطفيو النار ونروحوا سي با لا بير، باسكو انا عاود نوليو العام الجاي، لهنايا. قلت له موا جو بريبار ان دوسي كومبلي فيه une restructuration financière qui est organique, qui attaque les causes de la déstructuration de la chérica. Où les causes étaient nombreuses, sans toucher au volet social. بدون تسريح العمال. بلا ما نطردوا حتى يعني حتى الذين لا يفهمون الفرنسيه، يعني عفوا حتى باش يفهموا. اقترحت انك او التزمت باعداد مخطط عمل اعاده هيكله المؤسسه من الجانب المالي والتنظيمي لانقاذ المؤسسه بدون المساس بالعمال وتسريحهم. بالك اكثر، بالك نوليو نعاودوا التوظيف علاه باسكو كثير من لي سيرفيس من الخدمات ما كانش هنا في الجزائر. يعطيك باغ اكزومبل لي ترافو لي بوتيت ريباراسيون نافال، ما نهضرش على لا ريباراسيون نافال كيما كاين الشركه لو نافا، كاين لا بوتيت ريباراسيون نافال وفيها كثير يعني من الخدمه هذيك. كاين لي سيرفيس دو نيتواياج، تنظيف تصليح والاصلاح، وكاين تاع الاخر. قلت الناس هذو اللي عندنا، العمال هذو اللي عندنا سورتو لي مارا البحاره ils avaient une expérience, ils avaient une technicité très importante. عندنا بحاره حنايا هم يطلبوهم في الخارج، يطلبوهم من كل جهه. علاه؟ باسكو في اللغه يتكلموا العربيه، يتكلموا الفرنسيه، يتكلموا الانجليزيه. Où ils sont bien formés au niveau des règlements, au niveau des techniques de navigation, et ils n'étaient pas chers. حنا واش كنا نخلصوهم بارابور واش يخلصوا لي زارماتور اترونجي باش تجيب ميكانيسيان، ان شيف ميكانيسيان ولا كوموندون. ان كوموندون هذاك الوقت لي زارماتور كانوا يخلصوه 10 مليون دولار بار موا. 10,000 دولار يعني 10,000 دولار. انا الارقام ماني نشوف، ولكن صح لك باللي مليون. نعم 10,000 دولار في الشهر. نعم. وانتم كم في لاكنان كنتوا تدفعوا لهم؟ 40,000 دينار، 40,000 يعني 4 ملايين سنتيم، يعني بين 4 ملايين و 6 ملايين سنتيم في الشهر. فوالا نعم، جوسكا 60,000 دينار. طيب انت طولكم تسبيقات الحكومه
عطاو لكم تسبيقات 3 مليون اورو دولار في هذاك الوقت، وعطاو لكم تسبيقات ماليه. ومن بعد ماذا حصل في بعد نهار دزنا للسي بي او كي قلت لك مع في رئاسه السي يحيى الوزير الاول. هذاك الوقت ما كانش وزير اول، كان الشيف دو غوفرنمون، رئيس الحكومه. نعم، رئيس الحكومه قبل تعديل الدستور. هذاك الدراسه اللي قمت بها انا كي قدمتها السي بي او قبلوها في اي تاريخ تعقل؟ في 2003 اكتوبر 2003 في اكتوبر 2003. نعم، اكتوبر 2003. وهذيك قبلوها واش فيها مسح الديون. كم كانت ديونكم؟ ديون كانت خلاص بيسك الاولين هذوك خلاص تاع الخارج هذوك كنا مسحوهم ديجا. كانت عطاونا الحصول، عطاونا 11 مليار دينار في 2003. يعني 11 مليار دينار سي 1100 مليار سنتيم، سي صح؟ 11 مليار دينار. نعم، سي 1100 مليار سنتيم. داكور. نعم، تفضل. منها دونك نحي هذاك العجز المالي اللي كان عندنا في او نيفو دو لا بنك تاعنا. نعم، 7 ملاير ونص. وزدنا دخلنا الموانئ داخل راس المال تاع شركه تاع لاكنان، اعاده تثمين راس مال شركه لاكنان. يعني ولات لاكنان هي اللي تملك موانئ في البلاد؟ لا يعني وكيفاش تم تدخيل الموانئ في راس مال شركه الموانئ شركات يعني مؤسسات. نعم، وحدها، ولكنان مؤسسه وحدها. دخلوا براس المال في راس المال، دخلوا في راس مال شركه لاكنان، ولا مساهمين الموانئ في لاكنان. نعم، في الموانئ في كونسيل دادمينستراسيون، مجلس اداره تاع لاكنان. فوالا. نعم، جابوا معاهم 3 مليار ادمي دو دينار، يعني 350 مليار سنتيم. فوالا. اي سا سي ان كاش، يعني دخلوا بسيوله يعني. هذا هو لو بلو غرو بروبليم تاع لي كوز هذوك دي ديستركتوراسيون. باسكو تمسح لي ديون سي بيان، بصح باش نبدا نخدم يمو فو ان فون دو رولمون. اور لو فون دو رولمون مونكي لاكنان، دونك نعاود نروح لا بنك يعطوا لك قروض، باش يعطيو لك قروض بصح كالتو كي يكون ديكوفير بونكير سيتي دو 18% 20% ايتترا. مبلغ كبير يعني، فوائد كبيره يعني. نعاود ندخل في لونغروناج هذاك الاخر، الدوره الجهنميه يعني. فوالا. كي عطاونا 3 مليار ادمي سيتي ان فون دو رولمون انتيريسون امبورتون. اي انا في كومونسي ريالمون ا ترافايي بهذيك التما اللي عاودنا تحيات لاكنان. On avait commencé à travailler, on avait commencé à reprendre sur le plan commercial. بلاصة تاع لاكنان اللي كانت هنا في لا ميديتيراني، on a recommencé à reprendre notre place et on avait les gens commencé, les clients commencé à donner confiance à لاكنان. عاود رجعنا القيمة تاع لاكنان بدات تطلع، يعني دو تيل مانيير كافان 2004، يعني عام الاول تاع لو بلان دو ريستركتوراسيون في 2004. في 2004 الشركه خرجت افيك ان ريزولتا بينيفيسيير بوزيتيف، يعني لاول مره منذ 63 حققت نتائج ايجابيه، ارباح في 2004. فوالا، افيك ان شيف دافير كي دوبلي. كنا 6 مليار ولينا 12 مليار. 12 مليار دو دينار دو شيفر دافير. شحال درتوا فوائد؟ ما درناش حاجه كبيره فوائد، ولكن ما خسرناش و انا في انا ستابيليزي لو بيلون اي سي لا بروميير اني، مازال 2 اني البلان هذاك دو ريستركتوراسيون في 3 سنين. يعني المفروض كنتوا تحققوا التوازن في 2006 5/6. التوازن 2004 درناه، ولكن المخطط كان ماشي على 2005 2006 و6. يعني سي علي كوديل، يعني للاسف انتم درتوا نتائج ايجابيه في 2004، ولكن في 2004 وقعت مأساة بشار. يعني مأساة بشار اللي في نوفمبر 2004 غرقت في
بقرب من الجزائر نتيجة تدهور الطقس ونتائج عوامل أخرى سنأتي إليها، لأنه هذا هو الموضوع الحقيقي ولا الرئيسي في هذا البرنامج أو هذه الحلقة. هل يمكن أن تعطينا الآن رأيك في بداية مأساة بشار؟ لأنه حتى نذكر مشاهدي الكرام بشار كانت متوقفة في قرب ميناء الجزائر وغرقت في 13 إلى 14 نوفمبر. كان على متنها 18 بحار، 16 توفاوا، منهم اللي استرجعت جثثهم وبعضهم مازال مفقود إلى حد الآن، وتم إنقاذ 2 لأنه رموا روحهم في الماء ومن حسن الحظ أنهم سلكوا. وخلفت هذه القضية مأساة كبيرة فيما بعد لأنه صارت فيها محاكمات وكثير من الأمور. نأتي الآن إلى القضية الرئيسية، يعني كيف بدأت قضية هذه المأساة وأنتم بديتم حسب ما تقول، حسب الأرقام اللي قدمتها أنت على مسؤوليتك، تقدموا نتائج إيجابية وإعادة التوازن لهذه الشركة، شركة كنان، وهي شركة كبيرة وطنية ذات بعد استراتيجي. بالك قبل ما نلحقوا لها، تفضل إذا كان عندك، تفضل. نتكلم على البشار. نعم. الوقعية تاعو كيفاش كان. أكيد من الآن نتطرقوا إلى هذه النقطة، لأنه لما أطرح سؤال على بشار ليس فقط يوم الغرق ولكن ما قبل الغرق، يعني قضية بشار بوجه عام، كيف بدأت هذه القصة؟ بخير بشار كي كملت خدمة تاعها كانت تخدم، كانت تشغل. نعم كانت تشغل، ولكن لحق الوقت وين لازم السيرتيفيكات تاعها ويديروا باش يتعاودوا. نعم. على بالك شهادة الخدمة، يعني شهادة الخدمة، وكاين كثير من الشهادات، التأمين والأمان. كل عامين ونصف لازم يدخل الورشة باش يجي المراقب البيرو فيريتاس هذاك يجي يشوف إذا الباخرة سليمة أم لا. عفوا نقاطعك فقط لأنه حتى يكونوا مشاهدين الكرام على بينة، يعني حسب ما قريت أنا في الملف تاع بشار، الباخرة يعني تاريخها 1978 أظن، من شركة تصنيع، شركة يابانية. نعم. والمكتب تأمين أو المراقبة اللي كان يتبعها هو مكتب بيريتاس فرنسي. مكتب دراسات أو مكتب خدمة فرنسي. تفضل. دونك لازم يدخل الورشه باش يعاودوا له لي سيرتيفيكا. نعم. مي هذاك الوقت البشار كنا نخمو باش نبيعوه قبل. نعم. قلنا اذا باش نبيعوه سي با لا بين ندخلوا للورشه، نخليو اللي يشريه يروح يدخلوا للورشه باش يعاودوا له لي سيرتيفيكا تاعو. منطقي، يعني سي لوجيك. بون درنا محاوله باش نبيعوه، ولكن الاسعار يعني كنا فيروسي تي با. ما هي الاسعار اللي تلقيتوها من؟ اعطينا بعض التفاصيل يعني حتى نفهموا المسار بالتفصيل. يعني الاسعار كانوا سيتي لو بري دو لاسيي. لو بري دو لاسيي يعني السعر بالكيلو الحديد ولا فوالا بالكيلو. سيتي 2 مليون دولار. كيك شوز يعني كي نيتي با ديريزوار، بري ديريزوار. هذا ما قبلناش بهذا السعر هذا، سيرتو البشار، باسكو البشار كان في الخدمه ما كانش حابس، ولا كان بواخر اخرى حابسين، بعناهم قل من 2 مليون دولار باسكو حديد وخلاص. يتبيع كيف يديروا لهم؟ هما يديوه للهند، الهند تما يفكوه كامل ومن بعد يبيعوه ثاني الخردة. مثل الطائرات اظن نفس الشيء بالنسبه للطائرات، يبيعوه في المزايا في الخردة يعني. كيف. نعم. اذا دونك هنا ما قبلناش، قلنا نروح يدخلوا لنا الدراهم تاع إعادة الهيكلة. كي دخلنا قلنا علاش ما نروحوش نخدموه ويكون عندنا بور صالح الخدمة. سيرتو نافي بلي بوكو دو. عفوا قبل ما نروح، واظن نقطة مهمة، يعني دخلتوا في مفاوضات مع شركات أجنبية لبيع بشار، وممكن تعطينا بعض التفاصيل، لأنه هناك أقاويل لأنه بعض الشركات دفعت أكثر، بعض الشركات صارت ضغوطات. ممكن تعطينا القصة، يعني كيفاش وقعت المفاوضات لبيع بشار وكيفاش وقفتوا عملية البيع؟
بون اللي يحب يشري هذاك الشاري وقيلا سي جو رابيل با اذا كان ايجيبسيان ولا هندي ولا حاجه. الشاري هذاك قال لك اجروه لنا، اجروا لنا يعني كريوه لنا، كريوه له. نعم. كريوه لنا البابور كوكني بلا العمال. نعم. كريوه لنا بوندون 3 زون، نعطيوكم المصاريف تاعهم. كم سعر يخدموه؟ هما يخدموه واحد 3 مليون دولار في العام. صا ريفوني 3 مليون دولار. نعم. ويخدموه، يصلحوه، دونك يصلحوه ويديوه هما الورشه، دونك يخدموه. ومن بعد يعاودوا يرجعوه لنا. درنا حنا اناليز هكذا، قلنا بون اذا تخدموه لازم تخدموه على حساب قوانين اترونجير، يعني ماشي المعايير الدوليه. معايير الدوليه اكزاكتومون. علاه؟ باسكو هذه المراقبه كيما فيريتاس ايتترا. الجزائر الجيري كان عندها سكون ابيل هذو لي كونترولور، هذو لي بيرو دو فيريفيكاسيون. كاين بار كلاس، كاين لا كلاس ا ومن بعد لا كلاس بي سي دي ايتترا على حساب لي زيكزيجونس تاعهم. سي با نو كي شوازيسا، ماشي حنا اللي نخيروا لو بيرو دو فيريفيكاسيون، الدوله. نعم. هذا سي المينيستير دو ترونسبور اللي تخير. خيرت زوج من لا كلاس ا، يعني نوعيه كبيره، يعني الرافعه. بيرو فيريتاس بور سيرتان باتو ان سيرتان نومبر، et un autre Germanisch Lloyds الماني. هذو بور ان دوتر بيرو. حنا قلنا حنا البوابر تاعنا وين يمشيو سورتو لاوروبا، والاوروبا اللي تري اكزيجونت. لي بور اوروبيان سون تري اكزيجون sur la qualité des navires. Donc il faut على بالك اللومبا تخص في البابور يحبسوه لك تسوه. دونك قلنا لهم داكور قبلوا هذا الاخر، ولكن on ne change pas de bureau de vérification. يقعد فيريتاس تما قال لك نو اون بو با. ما حبوش. وعلاه ما حبوش؟ باسكو يفولي باسي بار نيمبورت كيل بيرو، تسمى ما يصلحوش كما يجب. نعم. ويجيبوا شهادات بانه مصلح الى اخره. لا عمليه غش. نعم. عمليه غش. تما حبسنا انا اريتي لي بور بارلي، مفاوضات بيناتهم. حبسناهم تما، قلنا نروحوا نخدموا حنا. وسورتو كي لافي ان رونديفو مع لي ريناف. شركه اصلاح جزائريه موجوده في بجايه، اظن. بجايه في الجزائر، وفي بجايه عندها الاخر تاعها دو ريباراسيون بجايه. نعم. وفي وهران في وهران. نعم. دونك كان عندهم موعد معهم، ما كنا نروحوا نخدموه. وكان دونك تفكر فوالا. C'était d'ailleurs, le rendez-vous était une semaine après. نعم. Une semaine après. البابور غرق في 14, c'était le 23. Le rendez-vous était fait pour le 23 novembre في بجاية 2004 à Béjaïa. نعم. Ils devaient partir donc là-bas. قبل الغرق، يعني قبل هذا الموعد، كان الباخرة بشار كانت راس في ميناء الجزائر. يعني اعطينا التفاصيل، يعني كيفاش بدات المأساة. سالك ودير. الباخرة دونك كانت حابسة بون لو طون هذاك دو بور بارلي بور لا فونت ايتترا. كانت حابسة دوبي 9 موا. نعم. وقتاش توقفت بالضبط؟ يعني في 15 جونفي 2004 حسب واش قريت انا. 15 جونفي 2004 كانت في الميناء. كملت ديشارجمون تاعها. نعم. اللي كان جاوات كملت لتما، ومن بعد قالوا لها لازم تروحي للماء واسمهم لوتوريتي بورتوير. سلطة الميناء، ميناء الجزائر. نعم.
يعني قالت لها لازم تروحي لاراد، ما تقعديش في الميناء باسكو لاراد يعني منطقة ترسو فيها البواخر خارج الميناء، يعني خارج الميناء. نعم. خارج، ولكن الفي بارتي دي تابعة لصلاحية الميناء. نعم تابعة باسكو ما من تما تخلص. نعم. يعني داخل الميناء تخلص وفي لاراد تخلص. نعم. إذا هي كانت منذ جونفي 2004 داخل الميناء كي كملت اشغالها. وقتاش قالوا لها سلطه ابري؟ جوست ابري. نعم ايميدياتمون ابري. دايور ما حبوش يروحوا مع الاول، قال لك حنا نروحوا للاخر ومن بعد يدوزون في ميزون دو ميزون دو انذار، يعني انذار. نعم انذار باش تخرج يخرج البشار الوسم. احنا ربما من حقهم الميناء، لانه حتى يتم تفريغ مساحات باش تدخل بواخر اخرى، يعني سي لوجيك. يعني مفهوم هذا. نعم. يعني نقدروا نتفاهموه. نعم. على بالي ما درناش يعني انا با في دو بروبليم. سي اون ديسيزيون كو نو ميم بوفي ريكونيتر. بون خرجت ذاك خرجت لاراد. خرجت لاراد. لاراد لو كود ماريتيم الجيريان هاو يقول واش هي لاراد. واش يقول القانون البحري الجزائري؟ يقول نقراها لك هنا. تفضل اذا تخليني تفضل. الو هذه مستخرجه من القانون البحري. لا كابيتانري دو بور fixe pour chaque navire sa zone de mouillage. Non. Tout mouvement de navire à l'intérieur de la baie d'Alger doit faire l'objet d'une autorisation préalable. نعم. ما تحركش، ما تروحش. يعني أي حركة داخل خليج الجزائر يجب أن تتم بعد الحصول على تصريح أو ترخيص مسبق. En cas de nécessité, le capitainerie du port peut faire déplacer un navire de son point de mouillage. نعم. صح. هذا دونك واش معناه؟ معناه كو لاكنان نا اوكان رول، ما عندها حتى تدخل في حركة البواخر دو لا زون دو موياج. نعم. يعني اللي تحدد مكان وقوف الباخرة سي لا كابيتانري. ولكن ما عندوش صلاحية لاكنان أو قائد الباخرة في تعيين منطقة الإرساء أو الرسو في قائد الباخرة كيعينوا له لا زون المنطقة. نعم. كيعينوها له، هو يختار داخل لا زون هذيك، يختار المكان المحدد اللي يوقف فيه. طيب. ويكون مكان صوف ماشي يعني سون دونجي، بدون خطر، عدم وجود خطر. نعم. وبون البروبليم كي سي بوزي مع البشار سي كو الكوموندون السابق، ماشي هذا اللي توفى الله يرحمه. الله يرحمه. وين سناتي بالتفصيل. يعني الكوموندو قائد الباخره السابق اللي كان هو الكوموندو عمر العاقل. نعم. نعم. تفضل. كوموندو العاقل هذا اختار مكان اللي اليوم يتوهموا فيه الناس هذول اللي كوموندون اخرين ولا حاجه، كيفاه اختار هذاك المكان. ولكن الكوموندو العاقل ما كانش قائد الباخره في هذاك الوقت. كان قائد باخرة، هو اللي كان لما تم اختيار منطقة الرسو، يعني كان هو العاقل هو اللي قائد الباخرة، هو اللي خير المكان تاع كان هو قائد الباخرة. كان قائد هو الباخرة. نعم في ذاك الوقت. نعم. تفضل. كان قائد الباخرة هو اللي كان قبل الكوموندون بيدي هو ربي يرحمه اللي كان قائد الباخرة لما غرقت. سنأتي بالتفصيل إلى ما وقع في الباخرة. تفضل. دونك خير مكان في ايتي دونجورو. وين جاي المكان؟ يعني بقرب من خير الدين. جاي ان دومي مايل، نصف مايل بحري. نصف مايل بحري معناه 900 متر. 1 كيلومتر. ميم با. من ماذا؟ من لي روشي تاع خير الدين، تاع لا جوتي خير الدين. نعم. و 900 متر سا في ريان دير دون الدومين ماريتيم، باسكو un bateau, il est difficile à manœuvrer
ماشي كوم اون فواتور ولا طائره ولا حاجه. il est très difficile à manœuvrer. دونك 900 متر سيتي انسوفيزون. يعني 900 متر غير كافيه لانه المنطقه خطيره والباخره باش يتحرك لازم له وقت وجهد الى اخره. الجزء المخصص للعدد الاول من نقاط الظل انتهى سالي كوديل. سنواصل مناقشه هذه القضيه ولكن في العدد الثاني بحول الله. اشكرك جزيل الشكر وسنواصل نقاش في هذه النقطه في العدد الثاني. شكرا لك سي علي. شكرا لكم مشاهدي الكرام. سنلتقي في العدد الثاني لنتطرق مباشرة إلى صلب القضية، قضية رسو باخرة بشار ووقوع المأساة. أشكركم على حسن انتباهكم، على أمل اللقاء بكم في العدد الثاني إن شاء الله. السلام عليكم.